في ناس الخوف عندهم ما بيجيش بعد اللي بيحصل، الخوف عندهم بيجي قبل كل حاجة، قبل ما حد يبعد، قبل ما حد يختار، قبل ما حد يتأخر، قبل ما حد ينام من غير ما يقول تصبح على خير. الخوف ده اسمه مخطط الهجر. في عمر صغير الطفل اتعلم ان اللي بيحميه مش دايم، مرة اب يختفي، مرة ام كانت موجودة بجسمها بس مشاعرها مش هنا، مرة البيت اتشقق بخناقة، مرة حصل غياب من غير تفسير. فالطفل ده لسه واقف عند الباب، والباب اللي ما اتقفلش زمان هو اللي بيخلي قلبك يتقفل النهارده. فاللي عنده مخطط الهجر مش بيعيش اللحظة، هو عايش ذكريات خوف متنكرة في شكل مواقف جديدة، بيخليك تشوف اتفه تصرف كأنه النهاية، الرد المتأخر مشاعر راحت، والصوت البارد اهتمام قل، والسكوت انسحاب، وتبدأ القصة اللي حفظتها من زمان أكيد هيسيبني. اللي عنده مخطط الهجر ما بيختارش اللي بيحبه، إنما بيختار اللي يفعل جرحه، بيختار حد بيمشي لأن اتعود إنه يلاحق، بيختار حد مشاعره مش مستقرة لأنه فاكر إن الحب قلق، وده اللي بنسميه إجبار التكرار، إنك تعيد نفس الوجع على أمل إنك تتخلص منه، لكن كل مرة الوجع بيعيد تشكيلك. لأن مخطط الهجر عنده قاعدة واحدة: روح للي يشبه جرحك مش للي يشبه احتياجك، لأن عقلك مقرر إن لو عشت نفس الوجع المرة دي هيتصلح ومش هيكسرني، بس الحقيقة أنت مش بتصلحه، أنت بتعيد تكراره. ونقطة توازن النهاردة: مش كل خوف حقيقي، لكن مفيش خوف ملوش سبب، ومش كل غياب هجر، لكن مخطط الهجر بيخليه هجر. الأمان الداخلي يا صديقي أهم من تواجد الناس، فقلبك محتاج ثبات قبل ما يدور عليه في الناس. وعشان نفكك مخطط الهجر جرب معايا الخطوات العلاجية العملية دي. افصل المخاوف عن الواقع، هات اي موقف حصل معاك واكتب ايه اللي حصل فعلا، ايه اللي مخطط الهجر عايز يقوله لي، وايه الدليل على صدق الكلام ده. ودي اقوى طريقة لتكسير المخطط. الطمأنة الذاتية، قرب من نفسك قوي وحبها وتنفس ببطء شديد وطمن نفسك: انا مش هسيبك حتى لو الناس سابوك. اعطاء الثقة بشكل تدريجي، اطلب من اي شخص بتتعامل معاه انك لما تكون مشغول ابعت لي بس كلمة. ده مش اعتماد، ده تدريب عصبي. فبدل ما تطلب امان مطلق اطلب امان صغير: رسالة واضحة، موعد ثابت، شرح بسيط بعد الغياب. اكتب قائمة لمخاوفك، اكتب اكتر حاجة بتخاف منها ايه، التأخير، السكوت، تغيير النبرة، وقصاد كل واحدة اكتب تفسير واقعي بديل لتفسير المخطط. قبل ما تدخل اي علاقة اختبر الشخص ده، هل هو ثابت واضح مش بيتلاعب بيك بالاختفاء فجأة والظهور فجأة. فالهجر الحقيقي يا صديقي مش لما حد يسيبك، فمش كل اللي بيمشي خسارة ومش كل اللي بيفضل أمان، إنما الهجر الحقيقي لما أنت تسيب نفسك لخوفها من زمان، ومن اللحظة دي قرر إنك مش هتسيبها تاني لحد ما توصل لنقطة توازن. فنقطة توازن لحياة أكثر أمانا. وما تنساش يا صديقي شير للفيديو، يمكن غيرك يستفيد.